السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم فيديو تاني عن الأبراج باختصار، وبرج النهاردة هو برج السرطان. ولكن قبل ما ابدأ تأكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي وفعلين جرس، وخلينا نبدأ. برج السرطان. برج السرطان هو برج إمائي، ومن أكتر الأبراج اللي عندهم بالفطرة الأمومة والأبوة. يعني إيه؟ يعني أكتر الأبراج اللي بتيجي على الحياة دي علشان تبقى أم أو أب. ليه؟ عشان بالفلك دايما بنشوف كده، حتى ان البيت بتاع السرطان هو بيت العيلة. تخيلوا، عشان برج السرطان من اكتر الابراج اللي تنتمي للعيلة، بتحب العيلة، وصعب ان تلاقيها ماشية لوحدها. يعني برج السرطان مش انسان بيقدر ان هو يعيش لوحده، يعني مش انسان، يعني تكوينته مش بتسمح له ان هو يكون لوحده. السرطان بيحب يكون قائد في حياته للناس قريبة منه، بيحب ان هو يتحكم ويحكم الناس اللي في حياته، بغض النظر بقى لو كان هو قوي ولا ضعيف، بس بيحب دايما يكون في ناس حواليه، ما بيحبش يكون لوحده. دي اهم حاجة لازم اقولها عن السرطان. تاني حاجة ان السرطان، نتكلم دلوقتي علميا بعلم الفلك، لما بنلاقي حد عنده سرطان كتير في خريطته الفلكية، هنلاقي ان الشخص ده يا اما وشه مليان يا اما جسمه مليان. والبنات بالذات من اجمل بنات. انا قلت في الفيديو اللي فات عن الجوزاء، بس الثور والميزان والجوزاء من اجمل الابراج صح، ولكن الانثى بالذات وجود السرطان في الخريطه الفلكيه يخليها تكون انثى يعني استثنائيه، خصوصا لو كان برجها سرطان وعندها ميزان في الخريطه الفلكيه بتاعتها، بتديها انوثه طاغيه. وبنتكلم اكتر حاجه عن الزهره، فينوس والشمس والطالع. والسرطان برج عاطفي جدا، وكلنا عارفين الكلام ده. عاطفي ليه؟ علشان هو من الناس اللي عندها طاقة، بس الطاقة دي بتترجم في العاطفة بتاعتها. يعني عندهم القدرة على استيعاب ناس كتير في حياتهم، وان هما يتفهموا ناس كتير في حياتهم. بس عندهم حاجة، صفة انا بشوف موجودة فيهم زي ما هي موجودة في السرطان، وهي حب النفس. دي حاجة ممكن ناس كتير تتصدم وتقولي لا، بس السرطان بيحب نفسه. والبنت بالذات، الأنثى بالذات، علشان هي عندها أنوثة طاغية وعالية جدا. الحاجات اللي بتعملها الأنثى إن هي بتهتم في نفسها. يعني هتلاقي إن أنت عندك نوعين سرطان، زي ما أنا قلت عن الطول بالذات إن هما نوعين، هتكلم دلوقتي برضو عن السرطان هما نوعين. في أبراج معينة فيها أنواع كتير، وفي أبراج معينة كلهم زي بعض في صفات مشتركة. يعني فهتلاقي إن في سرطان، هتلاقي إن يا الراجل يا الست مضحيين درجة أولى، مضحيين لدرجة إن هم عايشين حياتهم دور ضحية. مش هم بيعملوا نفسهم دور ضحية، لا، هم فعلا ضحايا في حياتهم، ضحايا أخطاء، وضحايا أنانية ناس تانية، وضحايا استغلال من الناس عشان هم بيدوا كتير عاطفة. فهتلاقي إن في عندك سرطان بجد عايش حياته بس علشان الناس اللي حواليه، مش عايشها عشان نفسه خالص، ومش بيعمل حاجة هو بيحبها، بيدي نفسه بس للناس اللي حواليه. وعندك سرطان تاني عايش عشان الناس كلها تكون مركزة معاه، عايش على محبة الناس وإعجاب الناس ليه. ليه؟ علشان هو بيحب نفسه. في عندك سرطان كده وعندك سرطان كده، بس الحاجة المشتركة ما بين الاتنين إن الاتنين عندهم ذكاء، وعندهم برضو، وعلى فكرة كل سرطان ذكي، مفيش سرطان مش ذكي. يعني مش عشان هم عاطفيين فهم مش أذكياء، بالعكس هم أذكياء جدا، وخصوصا عاطفيا. لو هم عاوزين حاجة منك بيعرفوا ازاي ياخدوها منك وانت بتضحك او انت حاسس بالذنب، لازم تعملوا الموضوع ده. بجد شاطرين جدا. والنقطة التانية ان وقت القرارات سرطان عنده قوة ان هو ياخد قرار، بغض النظر ان هو صح او غلط، بس هو عنده الجرأة، عنده الشجاعة. يعني لو هو حاسس ان انا لازم اعمل حاجة دي هيعملها، لو حس بمسؤولية، عشان هو عنده حس عالي بالمسؤولية، وبيعرف ازاي يعمل كل الواجبات اللي عليه على اكمل وجه. السرطان ان كان راجل او كان ست، لما بيكونوا في حياة مستقرة ومبسوطين في حياتهم، وهم في حياة يعني تعتبر طبيعية، هتلاقي ان هو بيأدي كل واجباته واكتر، يعني وزيادة، وبقلب يعني مبسوط ومعندوش اي مشكلة، عشان هو بيحس ان هو انسان عايش لما هو بيقدم للناس اللي بيحبها حاجة، لما هو بيعمل حاجة بتخلي الناس كلها تقول انت شاطر جدا او انت شاطرة جدا، انت بجد مختلفة عن الباقي. بيحب ان هو يحس ان هو مميز في الحاجات اللي بيعملها. هو بيعمل حاجة عشان الناس صح، بس بيحب يسمع الإطراء اللي بيجي بعدها، بيحب يسمع واو، طب انت بجد ازاي كده، لا انت بجد. بيحبوا جدا جدا، زي الأسد بالظبط في النقطة دي، عشان لما بيعملوا حاجة بيعملوها 100%. عندهم برضو قدرة على استيعاب كذا خط في حياتهم، يعني ممكن تكلمهم عن حاجات كتير وتلاقيه مركز في كل حاجة انت بتقولها. في الحب السرطان متحكم، عشان هو دايما بيخاف يخسر الناس اللي حواليه، وهتلاقي ان هو غيور جدا، وبيحب الشخص اللي هو معاه يكون ليه هو بس، ليا انا بس. ومن اكتر الحاجات اللي ممكن يعملها لما بيكون بيحب شخص ان هو يشاركه الروتين اليومي بتاعه، ان هو يقعد معاه بس كده، انا قاعد معاك عشان انا بحبك كده. السرطان كده
زي الثور عنده النقطه دي، ان هو بيحب ان هو يقعد في البيت. شخصيه بيتوتيه، مش كلهم اكيد، بس معظمهم بيحبوا ان هما يرجعوا البيت، بيحبوا الحاجات اللي بتفكرهم بطفولتهم، نقطه ضعفهم في حياتهم الطفوله ان كانت سيئه او جميله. تاني علاقتهم مع الأم بالذات أو الأب قوية جدا. الذاكرة بتاعتهم القديمة قوية جدا جدا، من أقوى الأبراج اللي بتفتكر الحاجات اللي حصلت في الماضي. لو عاوز سرطان يحبك، اهتم بتفاصيله اليومية، امدحه كتير جدا وامدح الحاجات اللي هو بيعملها لك. ولو عاوز تخليه يكرهك، حاسس ان هو زيه زي اي انسان في العالم، حاسس ان انت ما عندكش انتماء ومش عاوز اي حاجة مستقرة معاه، وتعامل معاه بقمة القساوة. دي اكتر حاجة ممكن يكرهها، عشان السرطان عاطفي جدا، واي كلمة صغيرة ممكن تغيره بجد. بس المشكلة عشان هو عاطفته بتروح وبتيجي كتير، ممكن يكون وداني شوية. ودي حاجة ممكن في بعض السرطان شفتهم مش كده، وفي منهم كده. في منهم اوفياء لدرجة ان انت قد ما قلت اي حاجة انت عاوزها عن شخص مستحيل يصدقوا. وفي منهم لو بيحبوا الشخص اللي بيقول لهم او بيوصل لهم الكلام، يصدقوا اي حاجة وبسرعة. فانت وحظك بقى. فاكتبوا تحت في التعليقات انتوا رايكم ايه الحاجات اللي انتوا عاوزين تشاركوها عن برج السرطان، ايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها في برج السرطان. قولوا لي رايكم ايه تحت في التعليقات. هحط لكم هنا البلاي ليست اللي عملته عن برج السرطان. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناه، تفعلوا الجرس، وزي ما بقول في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.